لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دامت دعته النصارى بنبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، لو نسبت قدره آياته عظما أهيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم، أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد به غير منفهم، كالشمس تسحر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل عين أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم، أكرم بخلق النبي زانه حلق بالحسن مستمر بالبشر متسم، كالزحر بطرب والبدر بشرف والبحر بكرم والدحر بهمم، كأنه وهو برد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نيمنتك منه ومبتسم، لا تبايات الترب ضم أعظمه طوبى لمتشك منه وملتسم، مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه لا مولده أنت بعنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، صلى الله عليه يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول للبؤس والنقم، صلى الله عليه وبتئ ونكس وهو منصدع كالشمل أصحابك غير مرتئم، صلى الله عليه والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدمي، صلى الله عليه وسأسى وتعال غدت بحيرتها ورد
رد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزنا وبالماء ماء بالنار من ضرم والجن تحتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة أم وصم فإعلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشمي صلى الله عليه من بعد ما أخبر أقوانك إنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منحزمون من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم حربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا المسبح من أحشاء ملتكمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلى الله عليه جاء لدعوات الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدء الختم باللقم مثل الغمامة النسار سائرة تكيه حر وتيس للهجير حمي أقسمت بالقمر منشك إن لا من قلبي نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار أنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من عارمي زن الحمام وزن الأنكبوت على خير البريات لم تنسد ولم تحمي وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروء وعن عال من الأتم ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدار من يدي إلا استلمت الندى من خير مستلمي
لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرة واسبا باللمس راحته وأطلقت آربا من ربقة اللمم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكى غرة بالعصور الدهم بعارض جاد حوخل بطاح بها سيبا من السيم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دعني ووصفي ياتي له ظهران ظهور نار الكرام ليلا على علمين فالنور يزداده نوى ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول عمل المديه إلى ما فيه من كرم أخلاق وشيم آيات حق من الرحمن محدثة كريمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان واقعة خبرنا عن المعاد وعن عاد وعن عرم دامت لدينا ففان كان كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فمن تبكين من شبه لذي شكاك وما تبغين من حكم ما هربت قط لا عاد من حرب أعدى الأعادي إلى ملك السلام ردا بلاغتها دعوى معاردها رد الغيور يدا جاني عن الحرم لا حام عن الكمال جلبه في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسامي كرم
بحينك ريحا فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلو حاهفة من حر نار العظام أدفت حر العظام من ورد حسب ميم كأنها الحوض تام يبدو الوجوه به من الأصاد وكان جاءوه كالحمم وكالصراط وكان ميزان معدلتان فالكست من غير حاب النفس لم يكن لا جبل حسون جراح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضام الشمس من رمد وينكر الفحم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير يا من يم العفو ساته ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت به من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قيسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيما تفوز بوصر أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم صلى الله عليه فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العدا أنباء بعثته كنبعة أجفلت غفرا من الغنم ما زال يلقاهم في
بكل معترك حتى حكوا بالقناة نعم ودوا الفرار فكادوا يغبطوا به أشلى شالت معاه إقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ولم تكن الليالي أشهر الغرم كأنما الدين ضايف حل ساعتهم بكل قرم إلى لحم العدا كارمين يجر بحر خميس فوق سابهة يرمي بموج من أفضل التتم من كل منتدب لله محتسبين يسطو بمستحسنين للكفر مصطلبين حتى غدت ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غربتها موصولة رحمه مكفولة أبدا منهم بخير أبين وخير بعل فلام ولم تائمين هم الجبال فسال عنهم صادمهم ما سرأت منهم في كل مستدم وسل هنينا وسال بدرا وسال أهدا فصل حتف لهم أدعى من الوخم المصدر بضغم ربنا ما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بالحق ما تركت أقلامهم حرف جسم غرض حاكمين شاكي السلاغ لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسمة تهدي إليك رياء النفس نسرهم فتسبح زهر في الأكمام كل أكمين كأنهم في ظهور الغير لم قربان من شدة حزبنا من شدة الهزوم طارت قلوب الإله من بأسهم غرقان فما تفرق بين البهم والبهم
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد فيه أجمها تجمي ولن ترى من ولي غير متصل به ولا من عدو من غير منقسم أهل أمته بإذن ملته مع الأشبال في العجم كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم برهان من خصم كفك بالعلم في أمه معجزة في جاهلية وتأديب بالأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب طه لخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خادمته بالمديه أستقيل به ذنوب أمري مضى في سعر والخدم إذ قال داني ما تهشى أواكبه كأنني بهما حدي من النعم أعطت غي صبا في حالتين وما حصلت إلا على آثامي والندم فيا حسرة نفس في تجارتها لم تشتري دين بالدنيا ولم تسمي ومن يبي آجلا منه بعاجله يبن له غبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتكض من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى خلقي بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم حسه أن يهرم راجي مكارمه أو يرجيها جار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مداهيه وجدته لخلاص خير ملتزم ولم يفوت غنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأغم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يا زهير بما أثنى على حرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث الأميم ولن يهديك رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم منتقم
واجعل رجائي غير منكسر لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينحزم وعدا لصعب صلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرأت عذابات البني لهرصبا وأطراب العيسى للعز بالنعم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنجا والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة محترقة ختمت والحمد لله في بدء وفي الختم أبجدتها قد أتى 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيت صل وسلم دائما أبدا على حبيبي طه للخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي صلى الله عليه محمد بسط معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تجرؤ
والكرم صلى الله عليه محمد ثابت ميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والسيم محمد رقيا بالنور زينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو الشرف محمد معدن الإنعام والحكم صلى الله عليه محمد خير خلق الله من مضرين محمد خير رسل لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مدمنا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد وعلى محمد دنيا وعلى محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة باري وخيرته محمد طاهر من سائل التهم صلى الله عليه محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جره والله لم يضم محمد طابت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم في الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو حمم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi
وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها ما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها ما لم نعلم وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشيائه وأحزابه وأتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وبصحبة الزهراء البتول سيداتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف والدها شهيدين وأبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعامل الشهيرين عند الله عند الناس أبي عمرة الحمد وأبي فضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البلدة الشريفة سيد الشريف الدين محمد البوصيري. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال غيب من مشارق الأرض إلى مغربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وإذ علينا وعلى المسلمين من بركاتهم من بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا. وباللهم بفضلك إحسانا للمحسنين ومحسنين وعالمين وعاملين ومخدمين وابنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
فاجعل قبول بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وأتم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majlis silaturahmi bulanan Dalailul Khairat yang mudah-mudahan insyaallah dengan berkat kita tadi dari ba'dal isya membaca kitab Dalailul Khairat dan membaca kitab Burda al-Madih, mudah-mudahan insyaallah seluruh hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melazimkan daripada lidah kita dan hati kita selalu memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu hati kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat majlis-majlis seperti ini dan mudah-mudahan kita niatkan juga untuk tafrijul ummah Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan daripada nasr pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dimanapun berada, khususnya daripada saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala angkat daripada kesusahan dari diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk melengkapi daripada keberkahan malam ini, kita mintakan daripada guru kita Al-Habib Hashim bin Ali bin Shahab untuk memberikan nasihat kepada kita. Sebelumnya kita dengarkan daripada kalimat tasyakur mewakili daripada alumni Al-Khairat Palembang yang insyaallah diwakilkan oleh Al-Habib Syukri bin Ali bin Shahab, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, hadirin jamaah majlis Dalailul Khairat, majlis Burdah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis bulanan ini yang insyaallah penuh dengan keberkahan, yang insyaallah kita yakin diridhoi oleh para guru-guru kita, dan insyaallah pula ditambah lagi keberkahan dari majlis ini. Sudah jalan mungkin hampir lebih dari setengah tahun kita mengadakan majlis bulanan ini bertabarruk dengan rumah para aulia Allah, yang mana pada bulan yang lalu mungkin kita masih ingat ikut dalam rangkaian Maulid Ishrin kita berkumpul di rumah yang dulu adalah rumah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Shahab, dan di situ juga rumah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Bin Hamid di kampung Sungai Bayas. Dan pada malam hari ini kita bertabarukkan mengambil berkah di rumah seorang aulia Allah, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami segenap para alumni Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi mengucapkan ribuan terima kasih
kepada seluruh ikhwan, para asatiz, para syiban, para habaib yang hadir pada malam hari ini ikut mensyiarkan, memakmurkan dan mengambil keberkahan ajang silaturahmi ini dengan berkumpul kita di rumah yang penuh berkah ini. Terkhusus kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih jazakumullah jazak kepada sahibul bait, segenap abna keluarga besar daripada keturunan terkhusus yang tinggal di tempat di rumah ini daripada Habib Abdurrahman Muhammad Al Munawwar. Terima kasih yang telah membukakan pintu yang selebar-lebarnya. Terkhususnya mungkin banyak di antara kita jarang masuk ke bagian dalam ini. Alhamdulillah berkat adanya maulid yang dulu pernah diadakan maulid Isrin kalau tidak salah, dibuka ruangan dalam ini, dan hari ini malam ini dalam rangkaian maulid acara kita bulanan membaca Burani ini pun dibuka kembali, alhamdulillah. Dan kami meminta maaf kepada sekalian rekan-rekan, ikhwan sekalian, terutama juga kepada warga kampung yang mungkin dengan adanya acara ini agak sedikit ada keberisikan. Minta maafnya, dan kalau ada kekurangan sana sini dalam acara ini kami minta maaf juga. Terakhir di sini ada pesan dari sebagian alumni yang belum berjaket. Iya. Ngapa belum berjaket ini belum dapat apa kan tidak lulus dulu. Jadi bagi yang sponsornya mungkin agak dipercepatkan. Siap. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada ikhwan ahbab juga yang dari sama-sama alumni yang telah berdonasi dengan bagian rezekinya sehingga ikut mensukseskan ini acara. Kepada siapapun antum yang ikut walaupun bukan alumni Al Khairat ikut mensukseskan acara malam hari ini, terutama dari ikhwan dari Kampung Munawwar ini, kami ucapkan terima kasih banyak baik yang ikut di bagian konsumsi, perparkiran dan lain-lain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattah ya alim iftah alaina futuhul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik hidayah, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa melangkahkan kaki kita di majlis yang mulia ini ke tempat yang mulia, yang insya-Allah penuh dengan kemuliaan, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang mulia berkumpul kelak bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling mulia di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mulai dari ba'dal isya tadi sudah membaca Dalail Khairat, kemudian diteruskan dengan membaca Burdah. Alhamdulillah, seluruh yang kita gawekan ini, yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mana kalau seandainya kita ketahui hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, jadi bukan ini kehendak kita hakikatnya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk bisa kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang mulia semacam ini. Ya, jangan sampai ada di antara kita menganggap bahawa ini adalah karena upaya atau usaha dari kita. Artinya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita ini. Ya, di dalam sabdanya Nabi SAW menjelaskan masalah ini,
bahwa Nabi pernah mengatakan i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah, beramallah kata Nabi, maka segala sesuatu itu dimudahkan untuk sesuatu yang diciptakan untuknya. Kemudian Nabi melanjutkan daripada hadisnya ini, man khuliqal jannah yusira li amali ahli jannah. Barang siapa yang memang diciptakan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka ia dimudahkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal amal surga. Nah, ini seperti yang kita lakukan dari mulai ba'dal isya tadi sampai sekarang. Atau mungkin sebagian ikhwan ini sudah dari maghrib mungkin sudah ikut majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kota Palembang ini. Jadi ini. Kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khuliqa linnar, barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk diciptakan oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Yusira li amali ahli nar, dimudahkan dia, digampangkan untuk dia beramal amal neraka. Ya, sebaliknya daripada perbuatan yang kita lakukan ini. Ya, maksiat, melanggar aturan Allah atau segala pun yang apapun yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih, ditakdirkan oleh Allah ya, melakukan amal-amal surga. Dan ini dikatakan oleh Imam Haddad di kitab An-Nasaih ini ya, unwanus sa'adah, ini adalah alamat tanda keberuntungan seseorang ya, tanda keberuntungan seseorang itu dia diberikan Allah taufik ya, untuk melakukan amal-amal surga, amal-amal baik ya, amal-amal salaf, amal-amal yang diajarkan, dicontohkan oleh para salaf kita, pendahulu kita ya, yang mana mereka itu sudah dahulu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya unwan syaqawah, alamat kecelakaan-celakanya seseorang itu dia dibiarkan oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, amal-amal baik, amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus syukuri dan kita harus pertahankan ini. Perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik ini harus kita pertahankan. Dengan cara apa bisa bertahan? Perbuatan baik, amal surga ini dengan cara apa bisa bertahan? Biar kita terus ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang baik atau beramal amal baik. Dengan cara jangan sampai kita bergantung dengan amal. Inilah kesalahan ya. Dahulu ada ya, mungkin sering kita dengar cerita ini, ada dahulu orang yang beribadah di masa sebelum Nabi, beribadah 500 tahun. 500 tahun ibadah itu luar biasa. Umur kita mungkin tidak nyampi 100 be, alhamdulillah kalau sampai. Ya, sekarang ini 500 tahun isinya ibadah bagus galau, tapi ketika ingin dimasukkan Allah Allah perintahkan orang ini masuk ke dalam surga, kata Allahnya, ya abdi udkhul jannah bi rahmati, masuklah surga dengan sebab rahmat aku. Protes dia karena dia ngerasa banyak amal. 500 tahun ibadah, kita baru berapa tahun melok majlis, berapa tahun kita tahajud, baca Quran, ini 500 tahun. Protes dia, akhirnya bal bi amali, kata dia, dengan amalku wahai Allah. Akhirnya ceritanya ditimbanglah oleh Allah dengan nikmat sikok mata kita sudah sering dengar cerita ini, ditimbang dengan satu nikmat mata itu tidak seimbang dengan ibadah yang sebanyak 500 tahun itu. Akhirnya masukkanlah, kata Allah, ke dalam neraka. Akhirnya dia ngeluh lagi dia mengemis, minta lagi kepada Allah, ya Allah udkhulil jannah bi rahmatika ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Ini. Dan kita harus tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, Nabi mengatakan la yadkhul ahadul jannah bi amalihi, tidak akan masuk seseorang ke dalam surga dengan amalnya. Nabi yang ngomong. Akhirnya sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi SAW, aku pun tidak masuk surga dengan sebab amalku, illa ayyatagammadiyallah bi rahmatihi,
melainkan orang-orang yang diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Artinya masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal. Kalau nak amal-amal kita ini nak ditimbang-timbang, tak tahulah kita masuk ke dalam surga. Kalau ditimbang-timbang solat, semua yang kita lakukan itu ada riyaknya, ada ujubnya, ada semuanya kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita ini. Nah itu. Jadi Nabi pun mengatakan wala ana, aku pun tidak. Nah, itu kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mencontohkan kepada kita. Kita tahu Nabi yang punya kunci surga, Miftahul Jannah itu ada sama Nabi. Tapi itu menunjukkan kerendahan hati Nabi yang mana kita harus contoh. Jangan sampai kita bangga, ujub dengan amal yang kita lakukan atau bergantung dengan amal yang kita lakukan itu. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah menyatakan bahwa bika la nasil, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bika artinya dengan Allah, la nasil artinya seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah atau sampai kepada ridhanya Allah dengan sebab amalnya, tapi dengan rahmatnya Allah atau dengan fadl minallah, anugerah Allah. Bika la nasil wala budda minka, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi labud harus darimu, maksudnya harus beramal, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu dengan amal. Maksudnya dengan kita melakukan amal. Tapi amal tersebut tergantung Allah nerima atau tidak. Allah masukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmat, bukan dengan amal itu, tapi dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Bika la nasil, tak bisa kita sampai kepada Allah dengan amal kita, tapi dengan anugerah Allah. Dan kita mesti, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, mesti dengan melakukan amal, yaitu ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, amal-amal seperti ini yang kita lakukan ini. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ulama berkata, Al-Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau mengatakan bahwasanya man dhanna annahu yasil, man dhanna annahu bil amali yasil fahuwa muta'anni, wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamanni. Nah, ini beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyangka dengan amal dia bisa sampai kepada Allah, dengan amal dia bisa sampai kepada Allah, atau dengan bisa sampai kepada ridhonya Allah, maka dia disebut oleh beliau muta'anni. Muta'anni ini kalau bahasa kita ini maksa ke diri, maksa untuk apa? Itu tak mungkin sampai maksudnya. Barang siapa yang mengira bahwasanya dengan amal dia bisa sampai, maka dia muta'anni, artinya maksa, artinya tak mungkin dia masuk amal itu dengan sebab amal, artinya dengan rahmatnya Allah, dengan fadl minallah, keutamaan Allah, dengan anugerah Allah, sampai kepada Allah itu dengan anugerah Allah, bukan dengan amal. Tapi kata beliau, wa man dhanna, barang siapa yang mengira atau menyangka annahu bidunil amal yasil, tanpa amal dia bisa sampai, maka mutamanni. Mutamanni ini angan-angan, khoyal, ngigau, tak mungkin sampai juga. Harus beramal, kalau pengen sampai itu harus beramal. Tapi amal tersebut kita gantungkan kepada Allah. Jadi dua, poinnya dua. Kita harus memperbaiki amal kita. Islahul amal, memperbaiki amal-amal kita. Ini pertama. Kemudian i'timad Allah, bergantung kepada Allah, jangan bergantung dengan amal. Karena bergantung sama amal itu disebut muta'anni tadi, kata beliau, muta'anni. Artinya tak mungkin sampai. Seperti yang kita ceritakan tadi, 500 tahun ibadah dia pengen masuk surga dengan amalnya. Ditimbang-timbang akhirnya dengan nikmat mata banyak kan nikmat yang ada di tubuh kita ini. Dengan satu nikmat mata sudah tidak bisa mengimbangi daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita syukuri sudah bisa kita melakukan hal-hal yang baik seperti ini, dan jangan sampai kita
berubah, berbalik ya. Karena hati kita ini mudah berubah. Makanya Nabi SAW berdoa selalu, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, mantapkanlah hati ini di dalam agamamu. Jadi selalu minta kepada Allah. Nah itu tadi. Kita doakan yang tidak ikut dengan acara kita ini, ya, kita doakan mereka juga melok. Jangan kita yang mentang-mentang dapat mendapat nasihat bahwa kita ini adalah orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mulai kemana-mana pikirannya. Itu kawan aku yang tidak ikut majelis itu. Itu berarti orang yang tidak penduduk kebalikan dari penduduk surga, yaitu penduduk neraka. Jangan sampai ngomong macam itu. Hati-hati karena bisa mudah bagi Allah untuk menukar. Itu bisa mudah bagi Allah untuk menukar. Kita berada di tempat lain, orang yang kita sangka itu dia penduduk api neraka, dia berada di sini. Nah, jangan sampai ditukar oleh Allah nikmat ini. Nah, ini jangan sampai. Kita doakan mereka yang tidak hadir ke majelis-majelis ilmu, ke kegiatan-kegiatan yang baik ini, kita doakan mereka juga ikut ke tempat kita ini. Jadi tempat kita ini di di majelis-majelis yang penuh berkah, penuh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita suudzon dengan mereka. Ya, kita doakan. Inilah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk diri kami pribadi dan yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua orang-orang yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga orang-orang yang ada di sekitar kita, anak istri kita, keluarga kita. Allah jadikan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, meninggalkan daripada larangan-larangan Allah. Kita doakan teman-teman kita yang belum ikut daripada majelis-majelis ilmu ke tempat-tempat yang baik seperti ini, kita doakan mereka juga ikut di dalam kegiatan kita yang baik ini. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah min الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا الأستاذ الحبيب محمد بن محمد فتعاك والعام الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور والشريفة والهبابة مريح بنت إدريس بن شهاب وريتا لوكيتا ساري بنت حامد رحيم محمد إقبال بن كيلاني وكل من أوصلنا من الشفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء للسقم ولا ألمه يعملنا إياكم يوم بلطف جل كرمه على صالحة جلبة كل خير بالشر إلى حضرة النبي. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبين القلوب ودوائها وفتن العبد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وكتل الأوراق غذائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة من قراء من قصيدة البردة وأن تشفي مرضانا هؤلاء المذكورين خاصة ومن غاب عنا يا ربنا اشفنا اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا عالما. اللهم عاملنا إياهم وإياكم بلطف جل كرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya tadi sudah dengan doa, maka selesailah pula acara kita malam ini. Insyaallah bulan depan majlis Dalailul Khairat insyaallah di tempat Magam Dato Agil insyaallah. Kakek dikabari lagi insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat afiat, kita hadir insyaallah diniatkan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tugi halag 4 wong.